يتساقط الأشخاص عامًا بعد عام، بعضهم من القلب وبعضهم من الذاكرة وبعضهم من العين. حينها ندرك أن السعادة ليست في عدد من حولنا بل في قيمتهم. يا ترى هل يؤلمكم الفراق؟ أنا يؤلمني الوصل الزائف والحضور الباهت بلا روح. يؤلمني الاستهانة بالمشاعر، يؤلمني كسر القلوب وتدمير الروح بغير ذنب سوى أنها أحبت. يؤلمني التجاهل والردود المتأخرة بغير سبب أو عذر. يؤلمني أن أشعر بثقلي على أحدهم. يؤلمني حين أشعر أن مثلي مثل البقية عند هؤلاء. الهجر إن كان مؤلما فالأشد ألما الوصل من باب الواجب لا من باب المودة والحب. سنسامح الجميع حتما إلا أولئك الذين أخبرناهم بما يؤذينا واستمروا في فعله عمدا.